محمود كان بيقعد عند حماته، وكانت بتعامله كأنه هو زوجها بالظبط. هفكركم، جوزها بيشتغل في البترول وبيغيب أسبوعين. في الأسبوعين دول جوز بنتها بيقضي المدة دي معاها، وبتعامله كأنه زوجها، تطبخ له وتسايره وكل حاجة كأنه زوجها بالظبط. وهو قال كلمة لو مجنون ما يقولهاش، بس ده اعترافه قدام النيابة. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فكركم انكم تشتركوا في القناة وتعملوا متابعة وتعمل اكسبلور. ونبدأ نقول عم أمين راجل شغال في البترول، عنده زوجة يظن ان هي محترمة وانها مخلصة، وعنده بنت وولد. الولد شغال في ليبيا فغايب معظم الوقت، فالأم بتبقى قاعدة لوحدها في غياب جوزها بيغيب أسبوعين، وبنتها المتجوزة واحد اسمه محمود بدأ يزور حماته، ولقاها بترحب بوجوده وبتعمل له الأكل وبتقعد تحكي معاه، ووصلوا للمحرمات. والأمر ده استمر مدة. البنت كانت تشتكي لأمها عن جوزها اللي بيغيب عنها مدة طويلة ومش عارفة بيروح فين، ده حتى يا أمي بيبات بره. أمها بتطبطب عليها، معلش يا بنتي ظروف عمله، يمكن بره عند أصحابه، يمكن الوقت خده وما قدرش يجي، يعني هيروح فين؟ أمها بتطبطب عليها وهي بتاخده عندها ويبات عندها. الجيران لما كانوا يشوفوا جوز بنتها عندها ما كانوش بيشكوا في حاجة، كانوا بيبقوا فاكرين ان البنت نفسها كمان جوه، فمحدش بدأ يفكر في حاجة. استمروا على كده مدة، هو عندها والراجل بره، لغاية لما جه في يوم عم أمين ساب شغله وقعد في البيت. دلوقتي محمود مش عارف ياخد راحته مع حماته، الراجل قاعد له في البيت. فكر ان هو هيخلص من الراجل اللي قاعد في البيت واخد راحته مع مراته، فهو مش قادر يدخل البيت في وجوده. في يوم قال له تعالى يا عم أمين، أنا عاملك عزومة عندنا وليلة حلوة. عم أمين كان بيحب الشرب ففرح قوي وراح معاه. أتاري أمين مجهز له خطة، خده في مكان وهو عنده تاكسي، خده معاه في التاكسي، وفي مكان بعيد خنق عم أمين ورمى جثته بره العربية ورمى موبايله وتخلص منه. النيابة وجدوا الجثة وبدأت تحرياتهم. طبعا هو لما الموبايل فاكر ان الموضوع انتهى، لكن الموبايل مبقاش خلاص، بقى موضوع موبايل وشريحة. النيابة بتجيب الخط من أول الاتصالات كلها من شركة الاتصالات، وعرفوا آخر اتصال كان مع مين؟ مع جوز بنته. ومن هنا بالتحريات وتحقيق مع محمود قدروا يوصلوا ان هو على علاقة بحماته، وحماته اعترفت. تخيلوا بقى قدام مين؟ قدام بنتها. وعرفت بنتها ان امها بتخونها مع جوزها، وان هي اللي كانت بيبات عندها في فترة ما هي بيقول لها انا بقى عندي شغل، انا مسافر في الشغل. فكانت اعترفت انها كانت بتخون جوزها مع جوز بنتها. النيابة كانت توجه تهمة الاتهام بالقتل لمحمود ولحماته، ولكن محمود اعترف ان هي ما كانتش تعرف اللي هيعمله. هو حتى ما لمحلهاش بكده، بس هو كان بيغير من حماه. دي الجملة اللي ما كانش ممكن حد يقولها، حتى المجنون ما يتخيلهاش. انا كنت بغير من حماية لما كنت اروح البيت والاقيه قاعد مع مراته، انا ببقى عايز اخلص عليه في اي وقت، لان انا حاسس ان هو واخد مكاني. تخيلوا وصلنا لغاية فين؟ النيابة ما اتهمتش الحما بأي حاجة خالص، بسبب ان محمود برأها وقال ان هي مش شاركتش معاه ولا حرضتوش ولا كانتش هتعرف. الجريمة اللي هي عملتها وكان ممكن تتحاسب عليها لو كان جوزها عايش، وهي جريمة الزنا. بس جريمة الزنا لازم تكون اتهام من الزوج، ودلوقتي الزوج غايب ومش موجود. خرجت النيابة، الست خرجت من النيابة وما خدتش اي اتهام، يكفيها بس نظرة ولادها ليها، نظرة المجتمع ليها. أنا كل اللي يهمني وصعبان عليا هي البنت اللي خسرت الأب وخسرت الزوج واتدمرت في حياتها الأم وهي عايشة، عشان خاطر الدناءة، عشان الناس نسيت الحرام والحلال.